السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غنشوفوا هاد لي ميني طارت بكريمه ديال الحامض اللي كتجي لذيذه، وكنقدروا نزوقوها بهاد لابوش بلا ما نديرو كميه كثيره ديال الزبده. يعني فيها غير معلقه ديال الزبده ما يعادل 20 غرام، وكتجي بهذا الشكل الرائع. وغنديروا واحد لاباط صابلي اللي حتى هي سهله جدا في التحضير وكتجي لذيذه ومقرمشه. نمشيو على بركه الله نشوفوا المقادير والطريقه. غادي نبدا معكم بلا كريم ديال الحامض، هي الاولى. غادي نحتاجوا ليها 65 غرام من عصير الحامض، 3 ديال البيضات، 100 غرام ديال السكر سنيده، 20 غرام ديال الزبده ما يعادل واحد المعلقه ديال الزبده او معلقه صغيره عامره مزيان، قشور ديال حامضه، معلقه كبيره ديال مسحوق لا كريم باتيسير، وكيس ديال السكر فاني. غادي ناخذ عصير الحامض نضيفوا ليه السكر، القشور ديال الحامض، الزبده، وغادي نحطوهم فوق النار حتى يغليو. غادي نخليو البيض والفاني ولا كريم باتيسير حتى من بعد. هنا بعد ما كيغلي الخليط كيدير بحال الكشكوشه صافي، يعني غير كطلع فيه الغليه. انا حيدته وصفيته، بغيت نحيد هذوك القشور ديال الحامض، بغيتو تخليوهم خليوهم صافي. غادي نرجعوا للكاسرونه. هنا راه ما بقاش سخون كيغلي، يعني شويه برد. غادي نزيد البيض، كنطربوا هاد 3 ديال البيضات وكنضيفوهم هما والفاني والمعلقه ديال لا كريم باتيسير. يعني غنضيفوا كلشي، هذا الفاني وهذا البيض كنضيفو بشويه بشويه وانا كنخلط. ردوا البال الا كان الخليط من البوطه يعني سخون بزاف يقدر يطيب لكم البيض، يعني ضيفوا البيض غير بشويه او خليوه شويه يبرد صافي. هنا ملي نسجموا المكونات غنزيد المعلقه ديال لا كريم باتيسير. ما عندكمش لا كريم باتيسير تقدروا تعوضوها بالنشا، غير هي هاد لا كريم باتيسير كتكون ألذ. صافي كنخلطوا مزيان حتى كينسجم الخليط وكنرجعوه فوق النار عافيه مهيله مع التحريك حتى كيولي ثقيل كما كتشوفوا. كنفرغوه في واحد الاناء ونغطيوه بفيلم اليمونتير او بلاستيك يكون كيلامس الكريمه مباشره باش ما ديرش لينا لا كروت او القشره صافي. وكنرجعوه للثلاجه ونخليوه يبرد. ودابا غادي نحضروا لاباط صابلي. انا درت غير كميه قليله، القياس اللي كفاني لهاد الكميه ديال الكريمه. عندي هنا 63 غرام ديال الزبده، زبده حيوانيه، 32 غرام ديال السكر سنيده، رشيشه ديال الملحه، واحد المعلقه صغيره ديال البخاليني. انا ما عنديش ديال اللوز فعندي ديال الكاوكاو درتو، ما عندكمش ممكن تستغناو عليه. وممكن ديروا لا بودغ داموند او لا بودغ ديال اللوز، وواحد نص كيس ديال سكر فاني، ونص بيضه. انا عندي البيضه صغيره فدرتها كلها. الا كان البيض كبير ديروا غير النص، لاني دايره غير ربع ديال المقادير ديال لاباط صابلي اللي عندي صافي. وكنخلطوا كلشي بيدينا. الزبده يا ريت تكون بحراره المطبخ باش تجيكم سهله. وهنا انا خدمت بزبده حيوانيه في الوصفه كلها، يعني الكريمه ولاباط، فالزبده الحيوانيه كتكون ألذ صافي. غنبداو نضيفوا الدقيق بشويه بشويه. هزات ليا بالضبط 150 غرام ديال الدقيق. ممكن تهز لكم شويه اقل، الا درتو نص بيضه ممكن تهز لكم دقيق اقل صافي. وكنجمعوا هاد لاباط ما ندلكوهاش، غير نجمعوها كتكون عجينه اللي رطبه، ضروري تكون رطبه باش ما تجيناش لاباط قاصحه ملي طيب صافي. هنا خديت كيس بلاستيكي غادي نطلقها واحد شويه بالمدلك وغندخلها للثلاجه نخليها ترتاح حتى تبرد مزيان، واخا غير 20 دقيقه عاد من بعد نخدموا بها.
انا غنديرها في بلاطو وندخلها للثلاجه. صافي بعد ما ارتاح العجين غادي نطلقوه، ما يكونش رقيق بزاف. انا درت هنايا بابي كويسون، تقدروا تلقوه بين جوج ديال لي بابي او جوج ديال بلاستيكات اللي بغيتو. صافي وغتقطعوها على حساب لي مول اللي غتخدموا بهم. انا غنقطع بهاد القطاعه، وغنخدم بهاد المول ديال السيليكون، غنخدم به مقلوب، يعني غنحط العجينه فوق هادوك الوحدات هانتوما غتشوفوا معايا. وهنا كنحاولوا نضربوا ضربه حدا ضربه باش ما يبقاش لينا العجين بزاف، لان العجين كل ما جمعناه وعاودناه كل ما كيبقاش زوين. يعني نحاولوا نخدموه اقل ما يمكن. صافي هنا خديت هاد المول وكنحط العجين بحال هكا. حاولوا تحطوه مقاد الا قلبتوا المول ديالكم، ويكون سيليكون من نوع جيد. الا ما كانش من نوع جيد بلا ما ديروا هاد العمليه. تقدروا ديروا مول معدني او تقدروا ديروها في لي ميني مول اللي كنحضروا بهم عاده. انا غير كنبغي شويه نغير. صافي كنحاولوا نحطوها مقاده، وهنا غنخليوها ترتاح قبل ما ندخلوها نطيبوها. نخليوها ترتاح. دخلتها للمجمد واحد شويه، عاد من بعد سخنت الفران ودخلتهم يطيبوا. غير شدات العجينه راسها، حيدت هذاك المول ديال السيليكون وكملت ليهم الطياب ديالهم. هذه العجينه اللي بقات قطعتها حتى هي بنفس الشكل، وحتى هي غادي نطيبوها كما العجينه الاولى. هنايا بعد ما طاب العجين كما كتشوفوا كياخذ واحد اللون ذهبي، عاد كنخرجوه. هنا خرجت الكريمه بعد ما بردات في الثلاجه، كتكون شاده راسها. غادي نضربها شويه بطراب كهربائي، او ممكن طحنوها في الهاشوار، او طحنوها بهذاك البغا بلونجون اللي بغيتو، او ضربوها بحال هكا بالطراب او غير طراب يدوي. صافي ودرتها في جيب حلواني، وكنديروا وريضات بحال هكا. كتجي كريمه لذيذه وبسيطه، ما فيهاش مكونات كثيره من غير البيض. فالوصفه ككل اقتصاديه جدا، يعني شي حاجه اللي بحال هكا نوعوا فيها، نوعوا بها في الطابله ديالنا. وهنا زينتها بشويه ديال اللوز ايفيلي محمر. واللي غيسولوني على لادوي اللي خدمت به هو هذا تسعود اف تي. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء مع وصفات جديده باذن الله.